لا، مش طبيعي. لو انت بتعرف تعمل اكل، لنزة الليموني. تعالى اقول لك 3 افكار تقدر تطلع منهم دخل اضافي بالدولار. واحد، قناه على اليوتيوب. فمثلا لو فتحت اليوتيوب وكتبت مثلا كلمه رز معمر، هتلاقي قنوات كتيره جدا كل فيديو على الاقل، يعني بص الفيديو ده 2 مليون فيو، مليون و200 الف، 83 الف، 74 الف. يعني مطبخ نهله اهو 200 الف فيو. فاطمه ابو حياتي طبعا هي تقريبا اشهر واحده، جابت تقريبا اكتر من 400 مليون فيو، رقم مرعب. الوصول لأرقام زي كده بصراحة هي مش حاجة سهلة خالص، بل بالعكس محتاجة سنين من الشغل. بس المهم البداية، نبدأ والدنيا هتمشي والدنيا هتسلك، وفي ناس هتثق فيكي وفي ناس هتسيرش عليكي بالتحديد وبالذات عشان يجيبوا وصفات. وقتها تحقيق الأرباح والفرص اللي هتتفتح مهولة، بداية من إعلانات اليوتيوب للإعلانات بتاعت المنتجات أصلا اللي هتكلمك عشان تعلن لهم في المطبخ بتاعك، للريفيوهات، حاجات لا نهائي. اتنين، ريفيوهات المطاعم. ايوه. ريفيوهات المطاعم ببساطة هو إن أنت تبقى قادر تدخل على مطعم، تصور شوتات كتيرة، تعمل فيديو مدته دقيقة مثلا، والمطعم ياخده ويستخدمه كإعلان عشان الناس تجيله المطعم بتاعك. أنت ممكن بشهرة صغيرة قوي، 5000، 10000، 15000 فولور، المطاعم تبتدي تكلمك أو أنت تعرض نفسك عليهم وتبتدي تعمل إعلانات. ومفيش مطعم في اليومين دول بيرفض حد من الكونتنت كريتورز لو الفيديوهات بتاعتك فعلا حلوة. ثلاثة، نبيع فيديوهات الطبخ لأصحاب القنوات الأخرى على اليوتيوب. على سبيل المثال ده موقع فايفر، لو كتبنا كلمة كوكينج فيديو، تيتا بندا بتعمل لك الريسيبي بتاعتك. فمثلا لو انت عندك ريسيبي معينة عايز تنزلها على قناتك على اليوتيوب، بتبعت لها الوصفة وهي تروح عاملاها لك في البيت وتعمل لك فيديو زي كده. الموضوع بسيط جدا ومش محتاج اي تجهيزات. ممكن حرفيا مكتب زي المكتب الابيض دوت، احط عليه بس الخشبه بتاعه الاكل، واجيب المكونات وابتدي اطبخ واصور كل خطوه بعملها. الفيديو خلص، ابعته للعميل، خد دولاراتك وبس، وممكن تكسب من تاني يوم. ولو عايز مساعده في الوصول لاول دولار ليك اونلاين، ابعت لي رساله وخليني اساعدك. الرز استوى ولا ايه؟ هيشيط على فكره.